لو حابين تدلعوا نفسكم بأكلة وتكون لذيذة وعايزين تطبخوا حاجة بسيطة لكن طعمها خطير، شوربة الجمبري هي الاختيار الأنسب النهاردة. وهنعمل مع بعض طبق شوربة مليان بنكهات لذيذة بتجمع ما بين المكونات البسيطة اللي موجودة في مطبخنا والطعم اللذيذ. مع كل خطوة هنعملها مع بعض هتكتشفوا قد ايه الشوربة دي سهلة التحضير لكن النتيجة أكثر من رائعة. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ لايك وشير سبسكرايب. لو عجبك الفيديو اكتبي لي كومنت حلو كده زيك. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هعملها هجيب كمية الجمبري اللي انا هشتغل عليها. انا هنا عملت كيلو من الجمبري. اول حاجة هنا نقعته كتير في مية وشطفته كتير علشان اي رمل منه ينزل، وبعدين بجيب الجمبرية كده من الظهر واشيل الخط الرملي اللي موجود جواه علشان ده مضر جدا بالصحة، بخلة سنان بصبعك باي حاجة. لا بس لازم ان انتي تطلعيه بالشكل ده وتنضفيه. ولو حابه ان انت تشيلي راس الجمبري وتسيبي باقي الجمبريه من غير تقشير مفيش اي مانع، دي راجعلك انت. بعد كده هركن الجمبري على جنب كده، وبعدين اجيب الخضار بتاعي اللي هقطعه. معايا هنا حبه طماطمايه كبيره هقطعها مكعبات صغيره جدا، ولو حابه ان انت تقطعيها شرايح متوسطه مفيش اي مانع. ومعايا هنا واحده فلفل اخضر وهقطعه برده حلقات صغننه زي ما انت شايفه بالشكل ده. حابه بقى يكون مشطشط حابه يكون بارد، ده بيرجع برضو لذوقك. معايا هنا عود من الشبت صغير واحد بس مش كتير، ومعايا هنا بصلايه هقطعها برضو شرايح صغننه زي ما انت شايفه بالشكل ده. هقطع الخضار كده واركنه كده مع بعضه على جنب زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده معايا هنا تتبيله، وانا كنت عملتها قبل كده معاكم صورتها، تتبيله للسمك. حطيت هنا معلقه معايا وتبلنا كده الخضار وقلبناه كويس مع بعض، وبعدين بحط معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكمون ومعلقه صغيره من الملح ومكعب كده من الثوم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ومفيش داعي ان انت تزودي بهارات اكتر من كده لان البهارات بتغطي على طعم الجمبري الاصلي. قلبنا كويس كده وركناه شويه، وبعدين حله على النار وتكون الحله سخنه، وبعدين معلقتين زيت وبعدين مكعب من الزبده واسيبه يسخن وانزل بالجمبري اقلبه كويس كده واشوحه لحد الجمبري لونه ما يتغير معايا على نار عاليه، وافضل اقلب في الجمبري ما شوحوش على نار هاديه. هتستمر كده في التقليب لحد الجمبري ما ياخد لون اصفر معايا بالشكل ده، وبعدين اجيب التتبيله اللي انا عملتها كده وانزل بيها. افضل اقلبه تقليبتين كده، وبعدين هغطي كده الحله يعني مش اكتر من دقيقه على نار عاليه برضو بالشكل ده. هتلاقي ان الخضار بدأ ينزل ميته. بعدين كده هجيب الميه هزود علشان ايه اعمل الشوربه. انا هنا حطيت كوبايتين ميه ما حطيتش كتير، وبعدين غطيت الحله وسبت الجمبري على النار 3 دقايق بس، وبعدين تطفي النار 3 دقايق بس لان الجمبري مش بياخد سوا كتير علشان ما يجلدش معاكي. شايفين الجمبري؟ دي النتيجه بعد الجمبري ما استوى. اجيب بقى كده الشوربه اصفيها كده بمصفى، ولو حابه ان انت تحطي الشوربه زي ما هي بالخضار بتاعها مفيش اي مشكله. وشايفين الجمبري استوى بقى معايا جميل شكله تحفه جدا يا جماعه. لو عندك بقى عزومه سمك ولازم تعملي معاها جمبري شوربه جربي الطريقه دي هتعجبك جدا وهتبهر الموجودين. بتقدري بقى تعملي معاه مثلا رز احمر او رز ابيض جميل جدا معاه، وممكن تاكليه كده بس من غير اي رز او اي حاجه معاه. شايفين الجمبري لونه تحفه جدا يا جماعه وكان لذيذ جدا بصراحه. يلا بقى لو كنت وصلتي معايا لحد كده اعملي لايك للفيديو وجربي الاكله وقولي لي ايه رايك في الكومنتات. مع السلامه واستنوني في فيديو جديد.